حديث مرسل. يبقى الحديث المرسل الحذف بتاعه من اول السند ولا من اخره؟ من اخر السند. خلاص كده. يبقى بقى المدلس. ايه يعني التدليس؟ التدليس قال لك مأخوذ من اسم. واحد يقول فلان دلس عليا يعني غشني. طب هو غشني ازاي؟ ما فيش مخ، ما عنديش عينين، قال لك اصله عملها من ورا ظهر. يبقى المدلس لما بيرتكب التدليس بيعمل ايه؟ يواري عيبا في الحديث يخفيه. وده مأخوذ من الدلس اللي هو اختلاط الظلام بالنور على وش الفجر كده. واحد لما يعمل حاجة في الظلمة كده لا يظهر. يبقى إذن الحديث المدلس فيه عيب، لكن المدلس أخفاه عن العيوب حتى لا نراه. يبقى لازم نعمل إيه؟ نبحث عن هذا العيب. طب الأنواع الأربعة الأولانية مكشوفة. أي واحد درس طبقات يقول لك الانقطاع واضح ظاهر أهو. ده أحمد بن حنبل لما يقول عن مالك بن أنس دي عايزة فتاة يعني ولا عايزة مفهومية، ما هو معروف إنه ما يدرسوش، قال لك دي عيوب ظاهرة. لكن التدليس وإن كان عيبا ظاهرا لكن يحتاج إلى تنفيذ. التدليس ده أنواع. أكثر أنواع التدليس دورانا في الأسانيد حاجة اسمها تدليس الإسناد. تدليس الإسناد يعني إيه؟ قال لك إحنا دلوقتي حاضرين الدرس وفلان الفلاني تلميذ وانتوا كلكم عارفين إنه تلميذ وبيطلع معايا ويدخل معايا وكله عارف إنه تلميذ ودايما يحضر مجالسه. خلاص؟ فعرض لهذا التلميذ سافر أو مرض أو تخلف لأي علة من العلل فما حضرش الدرس بتاعنا ده. فأنا حدثتكم بجملة من الأحاديث 10-15 حديث، قعدت أقول لكم حدثني فلان عن فلان عن فلان، وأنتم أخذتم الإيه؟ أخذتم الأسانيد بتاعتي، وبرضه كل واحد منكم يروح في المسجد بتاعه ولا في المكان اللي هو بيعلم فيه ويقول حدثني فلان قال حدثني فلان وهكذا. طب صاحبنا اللي غاب ده سمع 15 حديث؟ ما سمعش 15 حديث. طيب هو عايز يروي 15 حديث دول عني، هيجيبهم ازاي؟ يضطر بقى انه يجي واحد من زمايله اللي قاعدين ويقول له حدثني بال15 حديثا ليحدث بها عن الشيخ. يبقى اللي كان طول عمره قاعد قدامه ويقول حدثني فلان هيقول المرة دي حدثني علان عن فلان. صح كده؟ يبقى نزل درجة ولا لا؟ نزل درجة. بدل ما كان بياخد الكلام عني مباشرة اضطر انه ياخده عن واحد عني. والمسألة دي كانت مرة قوي عند المحدثين، كانت النزول دي. وكل ما يقل عدد الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم يقال لا علو، كل ما الاسناد يطول يقال نزول. تعرف السلم بالظبط، تعرف سطح البيت، كل ما يكون بينك وبين سطح البيت 3 درجات يبقى اوشك من تطلع سطح ولا لا؟ لو بينك وبين السطح 10 درجات يبقى انت نزلت ولا طلعت؟ يبقى انت نزلت. كذلك الاسانيد، كل ما المحدث يعلو بالسند بتاعه بحيث يكون العدد اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قليلا اسمه علو. لو طال عدد الرجال، لو كثر عدد الرجال اسمه نزول. يبقى كأنه ايه؟ نزل لتحت فطالت المسافة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التلميذ ده هو بدل ما كان بيوصل للنبي عليه الصلاة والسلام عن طريقه ب4 رجال هيوصل في 15 حديث بكم رجل؟ ب5. خلاص كده؟ فيقوم يقول لي نفسه ايه؟ أنا. طب وانا ليه انزل؟ انا ليه انزل؟ طب مسجلي ده هو اسقطه واقول عن فلان. خلاص كده؟ فيقوم مسقطه ويقول عن فلان. حد ممكن يكذبه؟ طب لو قال حدثني فلان كذبه على طول لانه ما كانش حاضر. حدثني منين بقى؟
مش هنعمل زي الراجل الصوفي اللي أفتى فتوى عجيبة أوي. واحد غاب عن مراته 4 سنين، جاه لقاها بترضع، ترضع الولد اللي ممكن لسه سن 2-3 كده، واخد بالك؟ فازاي الكلام ده؟ فراح للشيخ بتاعه، واخد بالك؟ قال له الوضع كذا 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 كذا. قال إن كنت من أهل الخطوة فهو ابنك. أدع كده ورجع، واخد بالك؟ كان أهل الخطوة ممكن لماذا يبقى ابنك، لكن إذا كانت بقى وصل إلى مصدق إلى أول، واخد بالك؟ بفكرني بقى في حتة برضه اللي بدأت بكل أسف يعني يظهر لها بوادر سوء. المرأة تحمل قرص للجياء صار يتجوزها جن، واخد بالك؟ والكلام عن تزوج الانس بالجن كلام كله عبارة عن حكايات لا حكم لها ولا أذمة ولا يجوز اعتمادها، لأن احنا لو اعتمدنا القصة دي هيدخل علينا من الفساد ما نعلمه إلا الله. الواد الكبير ابن العفريت وخلاص وينتشر بقى لا، فهو لو قال حدثني يسقط على طول، يقولوا له أنت كاذب لأنك ما كنتش حاضر. لكن لو قال عن ما فيش حد يقدر يكذبه، أصل عن فلان أي عنه ممكن يكون بواسطة. ولذلك العلماء علشان يتقوا هذا المزلق ويقعوا ضد هذا الأمر الذي يقدح في الأسانيد قال لك سنشترط المدلس الثقة الأمين أن يقول حدثني في الإسناد. إذا ما حدثني هرد عن الحديث بتاعه ومش هقبله. ليش؟ الاحتمال أن يكون الواسطة التي أسقطها ضعيف أو كذاب أو متروك أو لا يقبل حديثه، يبقى بهذه الطريقة سننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. ده النوع هو أكثر الأنواع دوران في الحديث. لما يقول لك فلان مدلس وقد عنعنه، اعلم أن هذا التدليس المقصود اسمه تدليس الإسناد الذي شرحنا صورته الآن، وهي أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. يعني هو كان يسمع من شيخه على طول لكن لم يسمع منه هذه الأحاديث لما تغير عن كذا. خلاص كده. نوع آخر من التدليس اسمه تدليس التجويد أو تدليس التسويد، وهذا النوع حرام لا يجوز ارتكابه، لأن اكتشافه أمر في غاية الصعوبة. ايه بقى صورة النوع اللي هو قال لك هو أن يسقط الراوي شيخ شيخه فصاعدا بشرط أن يتعاصر شيخه وشيخ شيخه ويكون بيروى عن بعض. ازاي يعني؟ احفظوا الاسناد ده. الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ابن أبي فروة عن الزهري. الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ابن أبي فروة عن الزهري. الوليد يعمل ايه بقى؟ شيخه الأوزاعي يسير، شيخه ابن أبي فروة يسقط. طب الشيخ ابن أبي فروة مين؟ الزهري آخر واحد ذكرناه. فلما يسقط شيخه اللي هو ابن أبي فروة يصبح الإسناد كالآتي: الوليد عن الأوزاعي عن الزهري. ما سقط ابن أبي فروة خلاص، ما سقطش شيخ المرة دي زي النوع الأولاني من الإسناد. النوع الأولاني من الإسناد مسقط شيخ، لا، النوع ده بقى ساب شيخ ما قربلوش وأسقط شيخ شيخه. حلو كده؟ فخلاه الأوزاعي عن الزهري. أي واحد عنده كده ألف في علم الحديث يشوف الإسناد الأوزاعي عن الزهري وهم دول صحيح، يعني إسناد صحيح، لأن الأوزاعي من تلاميذ الزهري. السقط هنا يتعرف ولا ما يتعرفش؟ ما يتعرفش، صعب جدا لأنك تعرف إن واحد سقط حد هنا خلاص. يبقى ده زي العمل إيه؟ جاء على حفرة زي دي في شارع وقام حاطط عليه عودين قش وعودين حطب، فانت جاي بقى بسرعتك وماشي وفاكر ان المسألة كلها ايه؟ ارض مستوى. اول ما وصلت للبير قمت واقع فيه.
فغرك شكله، يبقى عمل ايه؟ سوى هذا البئر بالارض. عشان كده سموه تدليس التسوير، ان هو بعد ما يعمل عمليته يقوم حاططهم كده جنب بعض، انا عملت حاجه اهو زي بعضه مستوى. عشان كده سموه تدليس تزويد، اي انه جود الاسناد، او سموه تدليس تسويد. خلاص. نوع ثالث تدليس البلدان والاماكن، يقول مثلا حدثني فلان بالقاهره. القاهره اشهر قاهره في الدنيا بتاعتنا دي، في قاهرة أظن في إيطاليا واخد بالك كمان، لكن هي أشهر قاهرة موجودة. إذا قيل القاهرة في الدنيا كلها يعرف إن هي بتاعتنا. خلاص. فمثلا هنفترض إن أنا من سكان الشام، وفي شارع هناك في سوريا مثلا اسمه شارع القاهرة،